نقطة في بحر هذا الإعلام الكبير الذي لن نحيط به من كل الجوانب مهما بلغنا، لكن على الأقل أن نقدم شيئا، هذا هو الأساس. هذا الكتاب يعتبر فانوسا لكل طلبة الإعلام في المغرب عامة، لأنه ليس من السهل أن ندرس الإعلام نظريا. كثيرة نعم هي الكتب التي أصدرها بعض الصحفيين أو بعض أساتذة الإعلام في المغرب، كما هو الشأن مثلا مع الأستاذ في المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، مجموعة من الكتب في سلسلة دليل الصحفي المهني سواء في الاستطلاع أو سواء في الخبر إلى غير ذلك، لكن يبقى هذا الكتاب يقدم معلومات نظرية. لكن أن تقول لصحفي مبتدئ أو متدرب أن يقوم بإنجاز الريبورتاج فإنه بدون شك سيصادف مجموعة من المشاكل ومجموعة من العراقيل في الميدان. تجربة الكتاب التي دونها عبد الفتاح الطالب تتطرق إلى هذه المشاكل وهذه المعاناة وتقدم حلول، لأن الصحفي لا يقبل منه وليس مسموحا له أن يعود خاوي الوفاض أو أن يعود بخفي حنين، لأن المادة تنتظره، لأن النشرة الإخبارية من الواجب أن يساهم فيها، ومن الواجب جدا أن يكون التقرير أو الريبورتاج الذي قررته هيئة التحرير أو رئيس النشرة أو مديرية الأخبار إلى ذلك من الأسماء، يعني يبقى مسجلا، وبالتالي من الواجب عليه أن يقوم بهذا الريبورتاج بمجموعة من العراقيل. من جهة أخرى أتمنى شخصيا هذا الكتاب أن لا يقرأه فقط طلاب أو طلبة معاهد الإعلام، أريد أيضا أن يقرأه كذلك المسؤولين في جميع القطاعات، لأن المسؤولين أيضا يتحملون جزءا كبيرا في عمل الصحفي، لأنهم قد يسهلون عليه العمل وقد يعرقلون له عمله، قد يعرقل له ليس بحسن نية وإنما عن جهل. وبالتالي فهذا الكتاب فيه مجموعة من المعلومات القيمة عن التواصل الإعلامي. أيضا أن يقرأه أيضا الفاعلين الجمعويين في الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، لأن تغطية أي نشاط لجمعية معينة أو نشاط جمعوي معين كيفما كان يتطلب المرور بمراحل معينة، وبالتالي معرفة هذه المراحل من الواجب على الفاعلين الجمعويين والنشطاء الجمعويين أن يكونوا على علم بها. يعني صادف أنني قرأته في وقت يكون من أجود الأوقات الخاصة بالقراءة، وأنتم تعرفون الأوقات الجيدة للقراءة شنو إذا فأنا من حق هذا الكتاب، في الحقيقة هي عبارة عن خواطر وليست قراءات أو ملاحظات عميقة. الملاحظة الأولى التي أود أن أسجلها على هذا المجهود المقدر هو أنه لأول مرة نكون أمام توثيق لصحافة أو الصحافة التي تنبش في الهامش أو في المغرب العربي. هذه النواة هي نواة لتدوين المعاناة التي يعانيها الصحفيون في المهام ديالهم اللي كيخرجوا للهامش. وأنا أرى بأنه فيه بداية لصحافة التي تعنى بالهامش، يعني في مقابل صحافة المكاتب وصحافة الدار البيضاء والربا. يعني نحن أمام واحد التدوين لنوع آخر من الصحافة التي تذهب إلى آخر نقطة يتواجد بها الإنسان في هذا الوطن من أجل نقل كل الآلام ديالو والمعاناة ديالو وحتى الآمال ديالو، وكتكشف هذه الوضعية. بطبيعة الحال الظروف التي جاء فيها يعني اللي كيحكيها وإن كانت هي عبارة عن استناداتية، ولكن أنا بالنسبة لي فيها هذه الإشارات اللي محتاجة أو هذه النواة اللي محتاجة أنها تطور أكثر. المسألة الثانية داخل الكتاب التي بطبيعة الحال هي أساس يخصنا ننوه بها هو تلك المعاناة، لأن كل شيء كيدوز في التلفازة والناس مستعدين يعطيو الفلوس أنهم يدوزوا في التلفازة،
وهذه من بين الاشكاليات اللي طرق لها الكتاب، ان الناس مستعده يخلص عليك العشاء ويدور معاك ويحدث مفروض ويخلص لك المازوت، المهم غالبا في التلفازه. هذا من بين الاشكالات اللي طرق لها الكتاب، واظن بان المشاهد او الوقائع اللي وقعت واللي دونها الكتاب كانت غنيه عن التعريف. وهي فيها الاشاره لواحد القضيه اللي هي اساسيه اليوم، ما نحتاجوش الصحافه اللي غنخلصوا عليهم المازوت والعشاوات باش يكتبوا او يصورونا، وانما محتاجين واحد الصحافه اللي هي كتأدي الدور ديالها بعيدا على هذا النوع من الكتابات. المساله الثالثه او الاشاره الثالثه التي تناولها الكتاب واشار اليها بشكل اعتبرها من الخلاصات الاساسيه هو الاشتغال بعقليه الفريق. فكتصوروا بانه ثلاثه ديال الناس اللي كيمشيو للمناطق اللي هي بعيده يقدر ما يلقاوش فين ياكلوا، يعني بالضروره داك الشويه اللي عندهم غادي يقسموه بواحد النوع من الاريحيه والنكره الذات، وهذه من بين الاساسيات في العمل الصحفي. وعموما يعني الملاحظه الاخيره والتي يعني اود ان اختم بها هو اننا في المغرب هناك تدوين نادر للتجارب الصحفيه، التدوين لها وكتابتها يعني وتوثيقها يكاد يكون باشكال نادره جدا. يعني قيل حتى التجارب اللي كتبت هي تجارب محدوده جدا، ودائما الناس اللي يقولوا الكتابات الصحفيه والتجارب الصحفيه ديالهم دائما كانت تجارب مرتبطه بتجارب حزبيه او سياسيه بشكل كبير. يعني ما كانش مثلا صحفيين مستقلين على جميع الاحزاب، مستقلين على جميع الهيئات وقاموا بتدوين التجربه ديالهم بنوع من الاستقلاليه، وانما في الغالب كتلقى السيره الذاتيه ديال واحد شخصيه مثلا سياسيه داز مره من مرات الحياه ديالو انه مارس العمل الصحفي ودوي ليه بهذا الشكل. فهذا الكتاب ايضا هو نواه لهذا الجيل الجديد من الصحفيين اللي غادي يبداو يكتبوا مشاهد من الحياه المهنيه ديالهم، وهي كثيره جدا. وربما انا يعني من خلال القراءه ديال الكتاب اخمن بان هناك ربما كانت مشاهد فظيعه مر بها الزميل عبد اللطيف بن طه ورفاقه، غتكون مشاهد فظيعه ومواقف اللي هي حرجه جدا، ولكن لحساسيه ذكر الاسماء ديالها، اسماء ديال الاشخاص والجهات المتورطه بها، ربما انا اخمن بانه اسقطها من كتابه واكتفى بالاشياء اللي تقدر تدوز تقدر تصبر وتدوز. وانما لو كان لنا واحد الهامش ديال البريه اكثر لذكر الاشياء وتسميه الناس بمسمياتهم، لوجدوا بان المواقف التي يمر بها الصحفيين هي مواقف اللي هي دونكيشوتيه بواحد الشكل يجمع ما بين ما هو مأساوي وما بين ما هو علمي ويخط بعض المواقف. في الحقيقة الخواطر ضد هذا الكتاب هي كثيرة جدا، ولكن يبدو أنه رئيس في الحقيقة هو صعب جدا أنه يتقلب الموقف، ما معنى يتقلب الموقف؟ الصحفي كيشتغل على نقل الخبر، كيكون وراء دائما كيكون جندي أو وراء الخبر، كيتنحسن على الناس على الضيوف، كيتقلب الموقف كيولي هو الذي سيسأل، هو محط الخبر ولا موضوع المادة الإخبارية. فاعذروني إذا جاني شي ارتباك ولا شي حراج. طيب أنا سعيد جدا بالتوقيع، أول توقيع في أكاديمية. علاش الأكاديمية؟ لأنها أول منطقة تتمد فيها أسس مهنة الصحافة في بداية الألفية، يعني بالتالي أنه يسرني جدا أن أهدي هذا العمل كبصمة لمرفقتي وأن أكون أحد الباصمين في مشواري أعرف مشوار مرفقة اليوم. سعيد جدا أيضا لأنه باش نعبر أو نشرح مجموعة من الأشياء الكثير. أنا صراحة ماشي من الناس اللي شافوا ولدهم، إذا بغينا نسميو هذا الكتاب ولدهم، وأنا كنت في غرزة الله جدبا، بالتالي أنه سمعت بعض المواقف والناس مازال ما قراوش الكتاب. كاين اللي كيقول أنه منطلق صراع، كاين اللي كيقول أنه ربما شي حاجة. ف علاش هذا الإصدار هو تجربة خاصة ديال عبد اللطيف بن طالب، ماشي تجربة ديال شي واحد آخر، بالتالي هي فقط ديال الاسم ديال عبد اللطيف بن طالب. علاش فقط؟ لأنه أنا كنقصد بها جوج د الحوايج. أولا
انا ما كندعيش انني موظف في مجال اعلامي او لا انني استاذ في هذا المجال الاعلامي ولا شي حاجه، لانه كاين اساتذه كيفوقوني. كاين مثلا ذكر السي سليماني مثلا عبد الوهاب الرامي اللي موظف في هذا المجال في المغرب، بالتالي انا لا ادعي انني موظف، وفي نفس الوقت لا ادعي انه عندي شي تجربه كافيه او لا مهمه انه ممكن نعطي السيد من التجارب. كاين الناس يفوقونني التجربه سواء انا في اكادير ولا في اي منطقه اخرى، وممكن يستافدوا منهم اكثر ما يستافدوا مني. بالتالي انا لا ادعي هذين الجانبين. بدليل هو العنوان اللي عطيت الكتاب في درب صاحبة الجدل، يعني في الدرب، انا باقي في هذا الدرب، والدرب يعني الطريق، يعني انا باقي، انا بنفسي ممكن يستافد منكم، ممكن يستافد اي طالب متدرب في الصحافه ولا اي شيء من هذا القبيل. بالتالي انا ما كندعيش دائما هذ العنصرين. فعلى الاقل اقول على الاقل اذا جاب الله ما كاينش شي نتيجه مثلا مهمه من هذه الكتابه ولا ما كاين ماشي شي قيمه مضافه كبيره، على الاقل انه الا خلقت فينا واحد النقاش عمومي او نقاش ما بين الطلبه او نقاش ما بين الناس، فعلى الاقل هذا النقاش في حد ذاته، هذا الحراك، هذا التغيير او التوق الى التغيير او الى الحراك على الاقل شبه نتيجه بالنسبه لي. بدليل مثلا هذا القاعه واش كانت غادي تكون مثلا عامره كل ما كانش هذا اصدار، وبالتالي على الاقل الا خلق واحد النقاش معين فهذا يسرني كثيرا. وبالتالي النقاش مفتوح انه نتناقشوا على هذه المواد ولا النظم ديال الكتاب. الطلبه ممكن يسولوا الاساتذه واش هذا الشيء اللي فيه صحيح او لا خطا او لا. وبالتالي مشكور كما قلت دار النشر وسي عبد اللطيف الدراري، انا الصراحه سرني كثيرا انه بمجرد فتح هذه الاقتراح وافق بكل سرعه من اجل طرح الكتاب بدون ما يعرف حتى النظم ديالو. بالتالي يهمنا ولا يسرنا انه منطقه اكادير يكون فيها مثلا دار النشر بهذا المستوى. كما كنشكر جميع الزملاء والاصدقاء اللي عاونوني في النص وفي الانشاء وفي التصحيح ديال الكتاب. فعلاش هذا الكتاب ديال في درب صاحبه الجلاله؟ لثلاثه امور. اولا لفائده الطلبه ديال معاهد الصحافه ولا الجامعه اللي كتشتغل مثلا في الفيلير ديال الصحافه. علاش اخترت طلبه الصحافه؟ لانه فيه شي حوايج انا بنفسي فاش كنت في المعهد ديال الصحافه كنت كنتمنى نقرا شي كتاب مثلا نقرا فيه مثلا شي واحد كيعاود لنا الممارسه الصحفيه ديالو، اشنو هو الاخطاء اللي وقع فيها، اشنو هو المشاكل، اشنو هو المواقف، وكيفاش استطيع التغلب على هذه الاشياء. على الاقل الا جا الله عرفت انه الصحفي لما تعرض لشي مشكل معين غادي يفكر فيه حتى انا اوتوماتيكيا كيفاش ممكن نخرج منه انا الى جا الله تحدد فيه. وبالتالي داكشي اللي كتلقى في المعهد هو فقط تقني بزاف او نظري، كيفاش كتكتب الخبر، كيفاش دير الاستطلاع، كيفاش دير التحقيق. ولكن هذا ما كيضرناش مثلا الا مشيتي لشي منطقه معينه واش غادي تلقى فيها ترونسبور، واش غتلقى ناس مزيانين، واش غتلقى ناس خايبين، واش غتلقى السلطه كتفاهم، واش غتلقى مثلا الماتيريال ما غيخسر ليك، واش ديك المنطقه فيها الشتاء بزاف، واش فيها الثلج، واش فيها الحراره. بالتالي هاد مجموعه الحوايج ما كيتقراوش في المعاهد. هذه فرصه انه على الاقل الطالب الا خدمتي ليه هذا المعطيات على الاقل انه يشكرها هو بنفسه كيفاش ممكن يتغلب عليها. هذا في السياق الاول. ثم في السياق الثاني الناس المكلفين بالتواصل في جميع المناحي ولا في جميع المجالات كنلقاو مجموعه من الجمعيات عندهم ناس مكلفين بالتواصل، عملات ولا اقسام معينه. ما معنى التواصل؟ بمعنى انهم مكلفين بالاتصال ربما على الاقل مثلا بالصحافه، يعني قسم خاليه للاتصال مثلا بالصحافه. هاد الناس يهمهم انهم يعرفوا الصحافي كيفاش يشتغلوا. ما يمكنش انا نتواصل مع واحد هيئه معينه صحافه وانا ما كنعرف كيفاش كنشتغل. واش انا عندي نشاط اليوم مع الربعه، واش بغيت حتى الربعه الله ونتصل الصحفي ونقول ليه داخلك على تغطيه؟ ما يمكنش. بالتالي هادو مجموعه من الحوايج اللي ممكن خاص الناس المهتمين بالتواصل انهم يتعرفوا عليها. ايضا الكتاب دعوه للجميع، يعني للقراء بصفه عامه، للناس عموما، باش انهم يطلعوا على واحد الجانب على مهنه البحث عن المتاعب، على السلطه الرابعه بين قوسين، كيفاش كيشتغلوا هاد الناس. كتشوف شحال واحد مثلا الا كيقرا شي جريده معينه شي مقال كيعجبو كيقول لك هذا المقال زوين، ولكن هو ما عرفش القناه اللي مشى فيها الصحفي حتى كتبدا في المقال، كيسمع شي حاجه ولا كيشوف روبورتاج ديال جوج دقائق كيقول لك هذا الشيء غزال، ولكن الخدمه ديالكم سهله، كون غير خدمتوا بحالكم جوج دقائق ما كتعبرش بالمطلق انه مثلا راه هي فقط واحد الواجهه، واحد فيترين، ولكن قبلها ممكن انه ساعات ديال الخدمه، ممكن لا قدر الله انه ذاك الطاقم الصحفي يتعرض للموت ممكن. بالتالي هذه دعوه لهذه ثلاثه العناصر كما قلت للطلبه والناس المكلفين بالتواصل والقراء بصفه عامه من اجل مثلا القراءه ديال الكتاب. الضمون ديال الكتاب كيتناول مجال الصحافه كما ذكرنا، ولكن كما قلت ليس تقني، هو ماشي تقني، يعني اي واحد ممكن يقراه الى درجه ان حتى ممكن انه مثلا يتعرف الى ابسط الحوايج مثلا ديال العمل الصحفي. قلت ليس تقني ولكن ديال الميدان، يعني مثلا الناس القارئ غادي يتعرف على الاشتغال على الميدان كيفاش كيكون، واش كيكونوا مثلا صعوبات مواقف او لا سهل او لا غيره، ولكن اكثر اختزالا اكثر اختزت العمل ديال الصحافه التلفزيونيه، لانه كنعرفوا جميع الناس اللي ما عرفوش انه كاين 4 ديال الاقسام ولا 4 ديال الاصناف ديال الصحافه. كاين الصحافه المكتوبه
الجرائد، كاين الصحافه الاذاعيه ولا المسموعه ديال الراديو، الصحافه المرئيه ديال التلفازه، والصحافه الالكترونيه ديال الانترنت. انا استعرضت اكثر مثلا العمل في الاشتغال في الصحافه المرئيه، يعني التي تعتمد على الصوت والصوره. غتفكروا جميع ولا اي واحد منا يفكر انه لينا في الطريق في هذا الوقت مثلا شي حدث معين وقع في بلميل، كيفاش غادي ندوي هذه الاصناف الاربعه وفي الوقت عينه او حتى من بعد الحدث بشي مده معينه. الصحافه المكتوبه على الاقل انكم التليفون اتصل بشي واحد مثلا كاين في عين مكان في بلميل تقول لي شنو هو الخبر غادي يحرر غادي تكتبوا، ممكن ينزل مثلا غدا في الجريده. الصحافه الاذاعيه ممكن بار التليفون انهم يسجلوا تصريح من عين مكان مع صاحب الحدث ولا خالق الحدث من بار التليفون ويدوزوه كانه راه كان في عين مكان. الصحافه الالكترونيه ممكن انه مثلا شي مواطن تمعاد يسجل شي حاجه في فيديو ويدوزوها في الموقع، او حتى صور ممكن يصيفطوهم ويدوزوها مثلا في الموقع. لكن الصحافه التلفزيونيه كيفاش؟ من الضروري انه الكاميرا تنقل عين المكان، هنا كتكون الصعوبه، بالتالي انه كيكون مجموعه من العوائق، ترونسبور، الماتيريال تمشي لعين المكان تشوف الناس، بالتالي هذه هي التركيبه. او لا انا ما كنقولش انا الانواع الاخرى راه هما ساهلين ولا شي حاجه، لا، الصحافه كلها هي بحث عن المتاعب وكلها على مشاكل ديالها وكلها عندها مواقف ديالها وكلها هي عندها اهميه ديالها. بالتالي فقط انا كنبين فقط الصعوبه ديال هذا المجال ديال الصحافه التلفزيونيه. لماذا توثيق هذه التجارب؟ لانه فيها مجموعه من المشاكل، مجموعه من الاكراهات. ممكن نذكر مثلا التقنيه، ما معنى التقنيه؟ انه حنا كاينين في المنطقه مثلا الحراره ديالها عاليه، كنقلوا لواحد المرتفع جبلي 3000 متر مثلا عن سطح الارض، كيتغير الطقس اوتوماتيكمون، حتى المواد ولا اللوازم غادي يكون يتعرضوا مثلا للخلل التقني، مثلا الكاميرا اذا بردت ممكن ما تخدمش، بالتالي الحدث ما غاديش تصوروا. هذا الجانب التقني. الجانب التضاريسي، ممكن انه غتنقل مثلا شي منطقه نائيه ما كايناش كونترا، فين غادي تدوز؟ غتفكر بزاف واش تدوز باقي تغامر الحلول كتبقى ضئيله. في المجال المناخي كما قلت ممكن تمشي لمنطقه يكون البرد يقدر تمرض لا قدر الله، يقدر الحراره تاثر عليك تترخى ما تقدرش باقي انه دير حتى شي عمل. هذا في الجانب المناخي. ثم بشري ممكن يكون في حتى في العناصر في الطاقه مثلا ديال العمل. لنفترض مثلا لو كانوا كيقررونا دائما في الصحافه انه الصحافي كيدير كذا، الصحافي كيكتب سيدي راه فاش خرجنا للميدان، فاش خرجنا للستاج اكتشف انه الصحافي راه ماشي كاع مركز الكون ولا والو. الصحافي الى ما يمكنش الماده ديالو خاصه في الصحافه التلفزيونيه انها تدوز الا بالمشاركه مع مجموعه من العناصر الاخرى. لنفترض انه مشكل بسيط مع مثلا غير الشيفور مثلا يتعكس فيه ما باغيش يخدم، او لا الكاميرا ولا شي حاجه، او لا غير شي حاجه نوافي شي حاجه خايبه لا هذا السيد خايبه ولا عنده شي خلفيه على ذاك الصحافي. اذا هنا حوايج بسيطه تقريبا من كيفاش غتغلب عليها. فما بالك انه تنتقل لشي عين مكان مثلا تلقى مشاكل مع السلطه، تلقى مشكل مثلا مع الناس، مثلا الناس ما بغاوكمش تصوروا في هذا المكان ولا شي جمعيه او لا شي لا قدر الله اعلم، ممكن مثلا عندهم موقف مع ذاك المنبر كيقول لهم خرجوا علينا ما بغيناكمش ولا شي حاجه. هذه مجموعه من الاكراهات اللي ممكن كتكون ما كنقراوهاش من بعد اولى، بالتالي انه الصحافي خاصه مثلا كيتوضع في مواقف حرجه احيانا. هذا الشيء كامل كيخلينا انه مثلا موقع الكتروني في هذه السنه 2012 صنفت الصحافه من اسوء المهن. اذا قلنا اسوء المهن غادي نقولوا يعني اسوء المهن شي حاجه خايبه بزاف. هما علاش صنفوها من اسوء المهن؟ لانه مثلا بحال بمثابه جندي كيمشي للحرب عارف انه يقدر ما يرجعش. نفس الشيء بالنسبه للصحافه، انه يقدر الله اعلم الى دخل شي ساحه معينه فيها شي حدث معين. كنشوفوا صحفيين كيمشيو للحرب الذاتيه ديالها ممكن ما يرجعش، وبالتالي هي من اسوء المهن. ممكن انه لا قدر الله يوقع عليهم اكسيدون لا قدر الله، مهما يكون السائق محترف، مهما يكون غادي يجي شي واحد مثلا سكران ولا شي حاجه تجي فيكم لا قدر الله، بالتالي انها من اسوء المهن فيها مغامره اكثر. تصوروا معايا مجموعه من الاكراهات، هذا الشيء كيعانوا منه الذكور. تصوروا معايا لو انه الصحفيه هي انثى، يعني كتكون يعني ظروف مضاعفه اكثر. تصوروا دائما شي واحد كيجي مثلا شي تغطيه مع الجوج ديالي، واش ممكن المراه مثلا تقول للراجل لا يخاف غادي يمشي يخدم؟ يعني كيكونوا الظروف. هذا الى من اسوء المهن، لكن بالحلاوه ديالها كيخليها اوتوماتيكمون كتقلب ديك اسوء المهن كتولي من انبل المهن، من اجمل المهن، من احلى المهن. بهذه العباره لكثير من الصحفيين اللي كيديروا مثلا شي تغطيه صحفيه او شي روبورتاجات على شي مناطق نائيه مثلا، تصوروا داروا شي روبورتاج على
الناس ما عندهمش الضوء ولا عندهم الضوء، ما عندهمش الماء ولا عندهم الماء، ما كانش عندهم ولات تصوروا يعني ذاك الدعاء غير الناس تقريبا اذا كيبقاو يقول لك الله يرحم لك الوالدين كيفاش كتبقى فيك ديك العباره. تصوروا انه مثلا شي مدرسه ما كانوش فيها اساتذه بفضل الرونتاج ولا فيها اساتذه كيفاش دوك التلاميذ ديالك تعلموا اي يعني كيفاش غادي يكون الاجر ديالك مضاعف ولا حتى ديك الرساله ديالك كتكون عندها قيمه كبرى. اذا نلاحظوا كيفاش انقلبت ديك اسوء المهن الى انبل المهن، لانه هي صحيح انه الصحافه مهنه كتاخذ فيها بطاقه الصحافه، كتاخذ بها واحد الصالير، ولكن ايضا واحد الرساله نبيله ما كتخلصش عليها بشي صالير ولا شي حاجه، هي فوق كل الاعتبار. هذا هو هذا العنصر هو اللي كيخلي مجموعه من الصحفيين كيبقاو دائما في هذا الدرب ديال الصحافه رغم الاكراهات رغم المشاكل رغم مجموعه من الحيثيات. فهذا باختصار مجموعه من النقاط الرئيسيه التي اود ان اشرككم فيها. هذه فقط بدايه، انا ما عمري كنقول انني كما قلت لكم مدير او معي تجربه كبيره، ولكن هذه بدايه. علاش اعطى الله لنا مثلا الصحفيين او الممارسين في المجال انهم يكتبوا تجارب ديالهم، مثلا شي واحد في التجربه القانونيه، في التجربه الجمعويه، في التجربه مثلا مجموعه من المعطيات. هذه فقط فرصه او الذي نقول فاتحه خير انه باش هذا المجال ديال الطبع والنشر انه يخرج للوجود. حنا كنا كنلقاو بزاف فقط مراجع مصريه سواء في التاليف ولا في الترجمه. علاش حتى المغاربه تبارك الله عندنا صحفيين من الممكن علاش ما ناخذ التجارب ديالهم؟ صحيح انهم كيعطوها لنا شفويا ولكن ما كرهناش نقراوها ايضا. شي واحد مثلا هنا من اكادير كيقرا الصحافه ما يمكنش يمشي عند شي واحد يطلق حتى الربط باش يعاود ليه التجربه ديالو. فالكتاب دائما هو وسيله مهمه من اجل من اجل التثقيف واخذ التجارب، وفقط كما قلت انه هذه فرصه ممكن الطلبه يستفدوا منها. وهذا هو الامل ديالي الكبير. انا ما كنتوقعش انا ما باقيش شي شهره معينه ولا شي حاجه، بقدر ما هي فرصه مثلا انها تبين لنا مجموعه من الاشياء اخرى اللي ممكن انها تغلب الساحه الاعلاميه بصفه عامه وسوق النشر ولا سوق الطباعه بصفه عامه. وشكرا.